مين منا ما بيعرف كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو صاحب أكثر من 500 مليون متابع على الانستغرام، تقريبا يعني أكثر من نص مليار، مكسر كل الأرقام القياسية ومحقق أغلب البطولات، صاحب ال5 كرات ذهبية. خلينا نبدأ الفيديو ونبدأ التحديات بهذا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقطع جديد على القناة. مقطعنا اليوم حيكون تحدي ضد كريستيانو رونالدو. مثل ما قلت لكم بالمقدمة، كريستيانو رونالدو هو من أفضل اللاعبين على مر التاريخ، فاليوم إن شاء الله اخترت له 4 تحديات ولحاول أقلدها إن شاء الله بالملعب، وإن شاء الله رح تستمتعوا بهذا المقطع. بس قبل ما نبدأ هذا المقطع وقبل ما نبدأ أي شيء، انزلوا تحت واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. خلينا نوصل إن شاء الله ل 10,000 مشترك. لا تنسوا اللايك على هذا المقطع، خلينا نوصل هذا المقطع 100 لايك. خلينا نبدا التحديات على طول. اول تحدي معنا بهذا المقطع مثل ما انكم شايفين، تدريبات البرتغال. كريستيانو رونالدو حطها بخارج القدم ودخلها هدف من ورا الخط كمان. فخلينا نقوم نبدا المحاولة، نشوف اذا رح اقدر اسوي التحدي ولا لا. اوكي الحمد لله، مثل ما شفتوا سويت التحدي وما اخذ معي الحمد لله كثير محاولات. خلينا نروح ننتقل للتحدي الثاني. التحدي الثاني اللي معنا اليوم مثل ما انكم شايفين، كريستيانو رونالدو حطها بالعارضة ورجع جابها بكتفه ودخلها هدف. طبعا هذا التحدي انا مسويه من قبل بس ما سويته هيك، ضربتها العارضة برجلي وحطيتها بالهدف. اكيد بالكتف بتكون اصعب، احاول اني اجيبها بالكتف ان شاء الله. خلينا نبدا المحاولة. صراحة التحدي طلع أصعب مما توقعت بكتير، وكانت بالرجل أسهل بكتير، بس على العموم الحمد لله قدرنا نسوي التحدي. خلينا نروح ننتقل للتحدي الثالث بهذا المقطع. التحدي الثالث اللي معنا اليوم مثل ما انكم شايفين، حط لاعب وقفه بالمرمى ورفع، وهذا اللاعب رفع ايديه وشطبه وخلاها تدخل بين ايدين هذا اللاعب اللي موقفه هو بالجول. خلينا نبدأ المحاولة. الحمد لله. وهيك سوينا التحدي الثالث بهذا المقطع الحمد لله، وخلصنا 3 تحديات لكريستيانو رونالدو بهذا المقطع. خلينا ننتقل للتحدي الرابع والاخير اللي معنا بهذا الفيديو. التحدي الرابع له قصة مختلفة. سويت قبل مرة فيديو تحدي تقليد مهارات اللاعبين العالميين، ومن بينهم كان هذا التحدي اللي هو التحدي الرابع. مثل ما انكم شايفين كريستيانو رونالدو جت طابة ورفعها وسوى لها اراوند ذا وورد ورجع ثبتها بين رجليه. هذا التحدي بده واحد يناول لك الطابة حتى ترجع لك وتقدر تسويها. فانا بهداك المقطع ما كان معي حدا، فحاولت استعمل جدران الملعب وما كان في جدران ابدا، بس في شغلة خليني افرجيكم اياها لهاي الشغلة. اول شي بلشت اجرب على هذا الحيط، وهو مو حيط يعني هو لوح تقريبا حديد. بلشت اجرب عليه واضرب طابة عليه وترجع لي، بس ما ترجع لي كانت منيح. بمتص الصدمات الحيط مثل هيك ما بترجع منيح. وبعدها رجعت جيت لهون وحاولت استعمل البلوكات اللي هني، ما رحت لهنيك على البلوكات اللي هني، وانا نسيان بالاصل انه في حيط كامل هون. ما بعرف ليش ما استخدمته، بس هي غباء مني، هي نسيان ما بعرف. اليوم مع رفيقي ان شاء الله رح يناول لي طابة وانا ارفعها واقلد هذا التحدي، وان شاء الله بسويه. انا بهذاك الفيديو سويت تحدي بس ما بين رجلي بس تحت، لازم اثبتها فوق اعلى شوي. فخلنا نروح ونبدا المحاولة. الحمد لله مثل ما شفتوا سويت تحدي احسن من هذيك المره ورفعت الطابه لمستوى احسن. الحمد لله هيك ال4 تحديات ضلنا بهذا الفيديو.
اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو عندكم افكار نسويها بالمقاطع الجايه، واذا لسه ما اشتركت لا تنسى الاشتراك، خلينا نوصل 10000 مشترك ان شاء الله. واللايك على هذا الفيديو، خلينا نوصل هذا الفيديو 100 لايك. شكرا لكم على الدعم، سلام.